في هذه الحياة لا أحد يعلم ما أصابه، لا أحد يعلم ما هي معركتك مع الحياة. ما الذي زعزع أمانك وقتل الكثير من الأشياء في داخلك؟ كم كافحت، كم خسرت، كم صبرت، حقا لا أحد يعلم. فدايما يحد لك أنك أنت تفتخر بنفسك، تسعد لأصغر انتصاراتك. أنت وصلت لهذه المرحلة بجهدك، تجاوزت عثرات الطريق وحدك، تحملت وقاومت، وما حد شاف شو اللي أنت واجهته بطريقك. ما راح يقدرون معاناتك، ما راح يفهمون كيف أنت تغلبت على ظروفك الخاصة اللي كانت أن تقتلك. أنت وحدك تعلم ما فعلت. مثل ما تخطيت في السابق ستتخطى الحاضر وستتخطى المستقبل. دائما افتخر بنفسك. هي كوبري افضل بصراحه، يعني لان احنا جربنا قبل كده نمشي برضو نفع. Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go. See the horizon turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon turn us to thousands. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عام سعيد علينا وعليكم جميعا ان شاء الله. لو اول مرة تشوفوني انا دينا نبيل ودي قناتي، وياريت اول ما تدخلوا كده على القناة تقولوا بسم الله وتحطوا لايك على طول وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. المهم انا هدخل على طول، مش هرغي كتير لاني عايزة الفيديو يبقى سريع وسهل عليكم عشان ما تزهقوش. النهاردة هعمل معاكم الترمس. في نوعين عندنا من الترمس، في الترمس اللي هو البلدي والترمس الافرنجي. الترمس البلدي ده هو اللي هو الترمس بتاعنا بتاع زمان. عشان تعمليه كنت بتقعدي تنقعيه 3 ايام مثلا ورا بعض متواصلين، وتقعدي تغيري عليه المية. فهم وفروا علينا واخترعوا لنا الاختراع اللي هو الافرنجي، تمام، اللي هو الترمس الافرنجي اللي هو قدامكم ده، اللي هو يوم بس بننقعه وبعد كده خلاص. طب انا هعمل دلوقتي انهي نوع؟ هعمل نوع الترمس الافرنجي. طيب النوع دوت يا جماعه ده عباره عن نص كيلو ترمس افرنجي. اوكي، جبته من بالليل ونقعته بالليل. عايزه اقول لكم ان انا لما جبته مثلا كانت حبايته اصغر من الحبايه دي، تمام. دلوقتي ما شاء الله شوفوا انا نقعته من بالليل لحد الصبح اهو الساعه 12 يمكن. بصي الحبايه كبرت ازاي، يعني الحبايه ما شاء الله بتكبر. لان في ناس بتقولك ان انت تنقعيه ساعتين بس كفايه، لا انا بقول لكم ان انتوا تنقعوه يوم بليله عشان تلاقوا النتيجه ان هو بيكبر بالطريقه دي ما شاء الله. نقعته ولما صحيت بدري قمت مغيره عليه الميه، تمام. غيرت مره واحده بس اول ما صحيت، وسبته هو ساعتين 3. وهبدأ دلوقتي ان انا هحطه على النار، يعني هحط الترمس في الحلة ومعاها النار واسيبه يغلي. طيب انا هفضل اسيبه يغلي لحد ما ينهري؟ لا، انا تابع السوا بتاعه كل شوية كده. شوفي السوا اللي انت بتحبيه، مش هقولك تلت ساعة ولا ساعة ولا ساعة الا ربع، لا، انت هتفضلي تشوفي السوا لحد انت بتحبي ايه. لان في ناس بتحبه مستوي قوي، في ناس بتحبه نص سوا، دي حاجة ترجع لك انت. بصوا انا كده خلاص حطيت الترمس وحطيت الميه يغلوا مع بعض. مش مثلا هستنى الميه انها تغلي او احطها في الكاتل واستناها تغلي وبعد كده احط الترمس، لا، حطوا الاتنين مع بعض يغلوا مع بعض. وانصحك اظبطي المنبه بعد تلت ساعه بالظبط، شوفي السوا بتاعه. بصي الميه بتاعته نظيفه ازاي، زي الفل، لان انا غسلته وشطفته كتير قوي.
تمام. ما حطيتهوش كده في ميه اللي انا نقعاها من بالليل، لا انت بتغسليه وتخلي الميه بتاعته نظيفه. وخدي بالك انت بعد شويه هتلاقي الميه شويه اصفرت، ما تنخضيش، هي الميه كده بدات تاخد اللون بتاع الترمس الاصفر، فاوعي تنخضي. بصوا انا عايزه اقول لكم ان ده شكله بعد يمكن ساعه ل 5 دقايق. تمام. لو تحسوا الميه اصفرت شويه اوكي. قلت لكم ما تقلقوش، هو ده الصفار بتاع الترمس ذات نفسه. طيب خدوا بالكم ان في ناس كتير كانت تقعد تقول لي هو تلت ساعه بس. ده كلام ياكد لكم الكلام اللي انا كنت بقوله في اول الفيديو، ان التسويه اي تسويه اي حاجه في الدنيا بتعتمد على انت بتحبيها ازاي، نص سوا سوا كامل. تمام. لان في ناس بتقولي لا هو بس تلت ساعه كفايه عليه، لا انا لحد دلوقتي ما وصلش للسوا اللي انا عايزاه خالص. فانتوا السوا خلوه حسب مزاجكم، حسب مزاجكم، ما تعتمدوش على كلام حد او تسويه حد، لان النار اللي عندك والبوتاجاز اللي عندك غير اللي عندي، فتعتمد على كل حد الحاجه بتاعته عامله ازاي. بصوا يا جماعه هو كده خلاص الترمس استوى، والله تقريبا خد معايا ساعه ونص، بس ساعه ونص ايه للسوى اللي انا عايزاه اللي انا بحبه. او مايا عندي هي اللي بتحب الترمس قوي، فهي اللي ايه كانت ايه بختبرها عن طريقه. بصي ادي الترمسيه اهو، هحاول اقسمها لكم. بصوا حتى ما تتقسمش بسهوله، بس هي طلعت مقسومه اهي خلاص اهي. بصي اهو، بص بقسمها بضفري كده اتقسمت خلاص كده، خلاص حلو قوي السوا دهوت. تمام. ده اللي انا عايزاه، بس مش عايزه اكتر من كده. هقوم ماسكه بقى الترمس غسلاه تحت الحوض، اغسله يعني شطفتين 3 4 براحتك جدا، لحد ما تحسي ان في شويه مزلقه كده بتروح منه. وتعالوا بقى بعد ما نغسله ونشطفه ونسيبه يبرد خالص، سيبيه يبرد تماما. بعد ما يبرد انا هرجع لكم هقول لكم تعملوا ايه. وكده خلاص احنا بنفنش بقى ايه الترمس ان شاء الله. هنا خلاص بقى الترمس برد تمام وخلاص واتصفى خالص، وغطيته. عندي بقى ميه اي كميه انت عايزاها من الميه، المهم ان هي تغطي الترمس، وملح. افضلي حطي ملح لحد ما توصلي للملوحه اللي انت عايزاها. يعني انا دلوقتي هحط بص الملح اهو تمام، وهفضل ايه الاول ادوب الملح، افضل كده ادوب الملح واتاكد ان الملح داب تمام. وبعد ما يدوب اقوم حاطه فيها ايه الترمس، واحطه بقى في التلاجة. ليه بحطه مثلا في التلاجة او بسيب شويه الترمس في الميه والملح؟ عشان الترمس يملح. لو هي مثلا او ابنك او بنتك دقوه قالوا لك حلو يا ماما مالح، اوكي اديهم شويه فخلوهم يفرحوا شويه، اضحكي عليهم. زي اللي مجنناني من الصبح دهيت عماله بتاكلوا ني وبتاكلوا بعد ما استوى وبعد تاكلوا بدون ملح وكل حاجه، اضحكي عليهم شويه في طبق وريحي دماغك وايه وديرهم. هبدا دلوقتي احط الملح بسم الله اللي هو الترمس. انا بلاقي صعوبه قوي في الايه في التصوير تمام، عشان ايه بصور بايد وبشتغل بايد، فانتوا ما تبخلوش عليا بقى باللايكات بقى والحبشتكنات اللي انتوا عارفينها بتوع اليوتيوب دولت تمام. قلبيهم وبعد كده دوقي الملوحه تمام، دوقي الملوحه وشوفي لو عايز ملح تاني حطي ملح تاني مفيش مشكله، لان في ناس بتحبه عذب في ناس بتحبه مالح، دي حسب ذوقك انتي. بس هو كده يعتبر خلاص جاهز. يعني هعلمكم ازاي تقلبوه تقلبوه ايه، هوريكم بمعنى اصح ازاي تقدموه لولادكم ان شاء الله. بألف هنا وشفا على قلبنا وقلبكم.